هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايه لكم بطريقه جديده للجمبري، سريعه وبسيطه وسهله جدا. 5 دقايق ويكون معاكي احلى جمبري. بس لو مش مشتركين في القناه عندي، ياريت تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وهنا هنبدأ الوصفة بتاعتنا. انا هنا جبت نص كيلو جمبري و100 جرام زبدة و4 فصوص توم وليمونتين معصورين ومعلقة كمون كبيرة وملح، طبعا ملح حسب الرغبة. هنا انا هنزل بالزبدة اسيحها، وبعد كده هنزل عليها بالجمبري بتاعي. بعد كده هنزل بال4 فصوص توم، وبعد كده هنزل بالتوابل. لا، مش الليمون، الليمون اخر حاجة قبل السوا بدقيقة بالظبط، يعني قبل ما نقفل عليه الجمبري خالص هنحط عليه الليمون. هنا هسيبها شوية، هديها تقليبة كده واسيبه كده دقيقتين مع بعض ونرجع له تاني. هنا بقى كان بدأ يستوي والريحة تطلع. بصراحة الريحة كانت رهيبة جدا. خلاص كده انا فاضلي دقيقة واقفل. حطيت عليه الليمون والتقليبة تمام، ويعني اقل من دقيقة خالص ونقفل عليه النار. وهنا انا كنت عملت الرز بتاعي. الرز ليه طريقة برضو على القناة عندي. هنا انا كنت خلاص خلصت الجمبري. شوفوا الصوص طالع منه رهيب جدا جدا جدا. بيتحط على الرز بعد ما يستوي يبقى تحفة تحفة تحفة. شوفوا طريقة الجمبري عاملة ازاي، تحفة، كأن بجد طريقة محلات بس في البيت، و5 دقايق بتطلع احلى نتيجة. وده الرز بتاعي. لو عايزين الطريقة ارجعوا للفيديو في القناة عندي. وبكده يلا الف هنا يا رب، وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش لايك والكومنت وكمان اشتراك في القناة ويوصل لكم كل جديد. بون ابيتي.